يقول عليه الصلاة والسلام: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى، يعني اشتغل في فراشه بالذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، حتى يدركه النعاس، حتى يدركه النعاس. هنا ثمة فائدة مهمة، وهي أنك إذا أتيت بأذكار النوم، وكثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال، من يأتي بأذكار النوم قد تنتهي الأذكار ولا زال لم ينم، فهل يظل بحكم أنه انتهى من الأذكار التي يحفظها، هل يظل ساكتا إلى أن ينام، أم الأولى به أن يستمر مشتغلا بذكر الله تبارك وتعالى إلى أن ينام، إلى أن ينام؟ قال: وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، حتى يدركه النعاس، بحيث تنام وأنت تذكر الله، بحيث تدخل في نومك وأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. فإذا انتهيت من الأذكار المقيدة بالنوم، إذا انتهيت من الأذكار المقيدة بالنوم، أمامك باب الذكر المطلق مفتوح، أمامك باب الذكر المطلق مفتوح. اذكر الله عز وجل مسبحا حامدا مهللا مكبرا مستغفرا، تاليا ما تيسر من كلامه تبارك وتعالى، إلى أن يأتيك النوم وأنت على ذكر الله تبارك وتعالى، على ذكر الله، تنام على ذكره عز وجل. فالذي ينام على هذه الحال ينام على حال مباركة، ينام على حال مباركة، على حال عظيمة جدا، ينام على طمأنينة، هدوء نفس، سكون قلب، وذكر الله له بهذه الصفة وعلى هذه الطريقة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تستجلب طمأنينة النوم.